السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة طبعا بطلب من حضراتكم تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تكملة للفيديو اللي فات، أنا أولا بشكر الناس المحترمة اللي في السعودية، طبعا اللي ردت على المستشار تركي الشيخ. طبعا ردوا، والناس بيحبوا مصر جدا. وطبعا زي ما أنا قلت برضه في الفيديو اللي فات، إن مصر والسعودية ما يستغنوش عن بعض. طبعا أول حاجة، إن لم يشكر الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى جعل جنود ترد. طبعا هو ربنا اللي عالم بكل الأحوال يعني، فجعل جنود ترد. وطبعا وكان طبعا بيقول نسبة الأمية ونسبة الكلام ده عندهم أقل من عندنا. طبعا احنا عندنا عددنا يمكن مثلا يعني قد عددهم مرتين، مرتين ونص، 3 مرات. طبعا يعني احنا مثلا 120 مليون. فطبعا مع احترامنا الكامل، طبعا انا بالنسبه لي الجهل ديني وليس تعليمي يعني. دي الحاجه الثانيه. طبعا في ناس، معظم السعوديين يعني عامه، بيحبوا مصر وبيعشقوا مصر عشق. يعني شوف الشاب الجميل السعودي اللي اسمه وليد الشريف، شوف لما بيطلع بيقول لك انا بتمنى اسمي كتب في اي حاجه مصريه. يقول لك انا بعشق مصر عشق. فالراجل ده احنا نشيله على دماغنا، والله انا ما اعرفوش يعني. بس ده واحد من ضمن الناس اللي هي يعني بتقول لك انا بعشق مصر، يعني هو اكنه مريض بمصر. دي الحاجه التانيه. طبعا في ناس كتير جدا ردت عليه وقالت مصر جميله، ومصر هي اللي علمتنا، ومصر هي اللي عملت. وطبعا يعني يا ريت يا جماعه ما نعملش بلبله زي ما انا قلت بين الشعبين. يعني هم بيحبوا بعض، السعوديه ومصر. ويا ريت، ويا ريت احنا كلنا مش حد بيغلط. مفيش حد ما بيغلطش ولا ايه؟ كلنا بنغلط. بس يعني لما تصلح الغلط يبقى سبحان الله. فهو ربنا سبحانه وتعالى طبعا هو ليه جنود بترد، يبعت لك جنود كده ترد. يعني زي بالبلدي احنا بنقول، او الايه بتقول وشهد شاهد من اهلها. فيا ريت احنا المصريين بنحب السعوديين، والسعوديين بيحبوا المصريين، ومش عايزين مش عايزين حاجه او حد يعمل بلبله بين الشعبين. البلبله اللي تتعمل بين الشعبين دي يعني يا ريت احنا مش عايزينها. النهارده ما بتقول لواحد انت هتروح عمره بيبقى طاير من الفرح، رايح عشان يشوف بيت الله الحرام ويشوف المسجد النبوي الشريف. فيعني سبحان الله، وانت بتمشي قانونك هناك على المصريين لما بيروحوا، لان هم على ارضك. واحنا لما السعوديين يجوا هنا بنمشي قانوننا عشان هم على ارضنا. فيا ريت، انا بتمنى منكم ان احنا ما يبقاش فيه، عشان ما يبقاش فيه حزازيه بيننا وبين بعض. يا ريت الناس بقى تقف عن التصريحات والكلام واللي يعني حاجه ما فيهاش افاده يعني. وبعدين هم طلعوا قرار، يعني السعوديه طلعت قرار
وده انا معاهم فيه قلبا وقالبا يعني. ان اي حد مثلا بياخد علاج عشان ليه دعوه بالمخ يعني، ان هو يخليه خارج عن الوعي، لازم يجيب امر دخول يعني، عشان يبقى ايه بالعلاج ده، ان هو بياخد علاج، يثبت يعني ان هو بياخد العلاج ده. فيا ريت المصريين عندنا ربنا يكرمه، اي مصري هيطلع او يجي من هناك او يخش السعوديه او يخرج منها، لازم لو عنده علاج بياخده، لازم يعني ايه يجيب اثبات ان هو بياخد العلاج ده، عشان المخدرات واليمين دول والحاجات اللي زي كده. فاحنا بنتمنى للناس كلها الخير وبلادنا، ونحب برضو نشكر الشعوب العربيه كلها، الشعب الشقيق الحبيب بقى، اللي تقدر تقول عليه شعب العراق الجميل، اللي كانوا بيحتضنوا المصريين يعني، اكن المصري لما بيخش العراق دي اكنه عراقي. الناس كانت بتعاملنا احلى معامله بصراحه. احب اشكر بقى الناس كلها اللي هي بتاعت الدول العربيه كلها، واحنا اساسا والله ما بنبصش لحد، يا رب تبقى انتوا اعلى الناس، بس زي ما احنا بنتمنى للناس الخير، الناس تتمنى لنا الخير لمصر يعني. وطبعا عندنا بقى يعني حاجه ان شاء الله ان شاء الله روعه هتحصل، افتتاح المتحف الكبير اللي بقى يتحط فيه الاثار بتاعتنا والجمال ده. فانا بتمنى من الله والله ان الناس كلها تبقى كويسه مع بعضيها، وانا ان شاء الله مش هتكلم في الموضوع ده تاني ان شاء الله. بتمنى للسعوديين والمصريين والكويت والعراق والامارات والبحرين وليبيا وسوريا. سوريا طبعا احنا عرفنا ناس منهم هنا، الناس كانوا قاعدين معانا، وفي ناس والله بتطلع تدافع عن مصر عشان شافت الكرم بتاع مصر وبتاع ناس مصر. فانا مش بقول كده وخلاص يعني، عشان ده تمني من ربنا سبحانه وتعالى ان الشعوب العربيه كلها تبقى كويسه ان شاء الله، ومن احسن لاحسن. وان شاء الله ان شاء الله برضو لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لنا لايك وشير، ولو في حاجه في التعليقات قولوا لنا، عشان ان شاء الله نبقى احنا برضو بنوعي بعض او بنفهم بعض. فاحنا زي ما انا بقول على طول بني فيديوهاتي، مساءكم ورد وفل وخير وبركه من الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.